السلام عليكم. العربية انقلبت وكلهم دخلوا في غيبوبة. يا مساء الأنوار. طبعا هي في بيت يوسف حسام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عودة في الكامباك. طبعا حصلت حكاية ورواية هنا في الكواليس. كواليس ممتعة يعني أكتر من ممتعة ممكن نحكوا فيها، بس المهم إن شاء الله نطلعوا حاجة جميلة جدا النهاردة. ازيكم، أخباركم إيه؟ طبعا أكتر من شهر ونص، يعني حوالي اخر حلقه كنت منزلها بتاعت الخسائر. كانت الحلقه بتتكلم عن خسائر عامه وانا حكيت فيها، فانقطعت فتره ما هي ما بين الشغل والحياه عامه. والنهارده راجع لكم بقصه جديده، هي قصه النائب. القصه دي ممكن تلاقيها دراميه شويه، بس كلكم هتستمتعوا من كميه الدراما والحكايات والروايات اللي انا هحكيها النهارده. وطبعا انا هنا معايا طاقم عالمي من المخرجين من الطراز الرفيع جدا، يعني ممكن ان شاء الله نجيبهم في اخر الحلقه ونكملوا معاهم. المهم عشان ما نطولش عليكم في السريع وانزل بالانترو يا عم زياد. ونخش في قصتنا على طول. طبعا هي قصه يعني بسيطه، بس هي قصه يمكن هي ناس تشوفها سلبيه، بس لكل قصه روايه وكل قصه حكمه في الاخر. المهم يا شباب ويا رجاله ويا حبايبنا الحلوين، ان في واحد هو بطل القصه واسمه مدحت. صاحبنا مدحت مع اخت اسمها بسنت، واخ اسمه مدحت حماده، يعني عنده اخ اسمه حماده واخت اسمها بسنت، واب وام. يعني مش حابين نخش في تفاصيل العيله لان احنا كل واحد عنده ايه خصوصياته التامه، تمام؟ عشان بس احنا ما نخشش في اعراض الناس، يعني الناس يقولوا ان احنا ايه يعني يعني انا يقول لك ايه رجل بتجمع الفميه يطلع البيت لامها. طبعا ده مثال غير المثال الثاني، فها وخلاص. لزوم ايه الضحك الكروي ده؟ طبعا عم بيلي لازم يبقى معانا في كل حلقه، ودي صوره مرسومه دي جديده طبعا نزلتها على الفيس. وده اللي مضاد للاكتئاب، ده اللي بيديه، اللي بيصفم، اللي بيفشخ بالسبعه. يعني تحياتي هنا لهذا المكان للاستاذ هانس فليك، لاننا لا نخشى الا الله يا اولاد. يعني زعيم برشلونه وبايرن ميونخ. سيبك من الثمانيه اللي احنا كلناها. المهم يعني منك لله برشلونه بتتكلم. المهم عشان ما ننتهوش في جو الترندات اليومين دول، عندنا صاحبنا حماده ومدحت وبسنت. عارفين ان احنا مدحت هو بطل القصه. مدحت كان اكبر اخواته، بعديه بسنت، بعديه حماده. يعني مدحت وبسنت وحماده. كانت العيله يعتبر في فئه متوسطه، بيت اب وام، يعني اب وام مثلا شغالين مثلا وظائف هي كمدرسين في عيله متوسطه. ففي يوم من الايام حصلت ان كل واحد عنده مشكله، واذا احنا مثلا لو حبينا نخش في المشاكل فهي مشاكل قد يراها البعض بديهيه، بس الفكره كلها ان الواحد ما بيحبش يكون في مشكله عامه اللي هو مثلا يحاول يطلع فيها. اذا كانت اي مشكله في اي بني ادم في الدنيا بيحاول ان هو يطلع من المشكله بتاعته، بحيث ان هو ما يبقاش العامل الاساسي ان هي اللي توقف له مثلا عن مسار حياته اليوميه وكذلك. حصلت المشاكل بينهم هم كلهم، فحب الاب ان هو كرب البيت ان هو ياخد فكره انهم العيال كلها والعيله كلها هتطلع لسفريه عشان خاطر ان هم يستمتعوا بالاجواء مثلا. وكانت اللي هي الاجازه الصيفيه اللي هي مثلا ما بين شهر 8 و9 كده، اللي هي الشهور اللي احنا قاعدين فيها حاليا. فكان الاب قرر ان هو هياخدوا بالعربيه بتاعتهم هيروحوا على الاسكندريه، وهم في صعيد مصر. اذا كانوا مثلا في جنة او في مثلا في سوهاج، فهم في ما بين الدولتين دول. فهم بين صعيد مصر او مثلا بين سوهاج، فهم بين في البلينه، وهي القرى المدن اللي هي زي كده. كانوا الطريق بتاعهم رايحين على الاسكندريه بالعربيه بتاعتهم. فالاب حاول اللي هو كوظيفته كاب واب المنزل مثلا ان هو يحل المشكله بتاعته، بحيث ان هو يعرف يخلي الاجواء بتاعته بتاعت السفريه مثلا تكون ما تكونش مثلا اجواء ممله، اجواء مثلا تحسسه مثلا ان هو ما خدش كيفيته مثلا في السفريه مثلا بتاعته هو. فكان المفروض الاب هو كرب المنزل فهو محتاج ان هو يحل مشاكل العيله دي عشان ما يبقاش الرحله تبقى هم ونكد، او مثلا ما تبقاش مثلا رحله بلا فايده. فجه الاب حل مشكله الزوجه اللي هي مراته، بعد كده حل مشكله
حماده، بعد كده حل مشكله بسنت. جت عند مشكله مدحت. طبعا مشكله مدحت هي ممكن تبقى مثلا زي مشاكل في الكليه بتاعته، مشاكل في النظام الحياتي مثلا، في الروتين مثلا حياته مثلا الممله، اذا كانش مثلا بيعرف مثلا يتعلم، كان مثلا بطل صلاه لفتره. فكانت المشكله الاخيره كانت مشكله مدحت. مدحت صاحبنا كانت عنده مشاكل كثيره، ممكن إذا كانت تعليميه، اذا كانت في مرحلته مثلا التعليميه، اذا كانت في مرحلته الماديه، اذا كانت في اي مرحله. هي ممكن مراحل كل الشباب مثلا نفس الشيء، لكن الحاجه الوحيده اللي هي واقفه عنده هي مشكله ضعف ايمانه. مشكله ضعف ايمانه ممكن عند ناس كتيره بتحصل، زي ضجة مثلا واحد مثلا لا قدر الله يفكر مثلا ان هو ينتحر، يفكر ان هو يبعد عن الايمان، يبعد عن الصلاه عامه. مدحت بص على كل العيله عامه، قال له وانا اشمعنى انا اللي مشكلتي ما اتحلتش وكلكم مشكلتكم اتحلت؟ يعني اللي هو اشمعنى انا، يعني انا مالي؟ راح مدحت قال له يا رب تموتوا كلكم، اللي هو فشخ الدنيا كلها. ما كملش حوالي قيمه ساعه والعربيه انقلبت ودخلوا كلهم في غيبوبه. طبعا الوضع العربيه كان وضع مأساوي خالص، لان العربيه كانت شبه متدمره. الناس من كتر ما هي بص على شكل العربيه قالت لا ده الناس كلها اصلا ماتت، يعني خلاص مفيش ذره حياه. لكن تكتشف ان العيله كلها عايشه، وان العيله كلها دخلت في غيبوبه كلهم مره واحده. وكانت كل حاله اي فرد فيهم كانت الحاله بتاعته اكبر من الثانيه. كل حاله اي حد من كان مدحت، حماده، بسنت، الاب والام، الحاله نفسها كانت خطر جدا. والموضوع من كتر ما هو طلعوا من الراي، طلعوا من الاجواء دي، الموضوع اصبح راي عام. يعني الموضوع بقت الناس كلها مهتمه تعرف هل هم طلعوا ازاي وامتى، وازاي اصلا نجوا بضرر اللي هو ضرر الغيبوبه. طبعا احنا بنتكلم عن صاحب القصه وهو مدحت. مدحت دخل الغيبوبه. كل غيبوبه مدحت متقسم على ثلاث غيبوبات، كل واحده فيهم بيفوق فبيكتشف حاجه ثانيه، وده اللي هنحكوه في الحته الجايه. صاحبنا مدحت دخل في غيبوبه، وهي غيبوبه الاخ اللي هو حماده. طبعا كانت المشكله بين حماده ومدحت هي مشكله اي اخين، مشاكل بسيطه، اللي هي مثلا خد حاجتي، انا خدت حاجته، ابويا مثلا فضلني عليه، وهي المشاكل العامه. هي مثلا لا مشكله ده هي المشاكل العامه اللي هي تبقى عند الشعب المصري او عند الدنيا كلها. هي لا يا عم اشمعنى هو خد حاجتي انا؟ طب لا يا عم هو احسن، هو مثلا الغيظه، هو الوسطاني، هو الكبير، هو كذا. وهي كذلك من المشاكل يعني اللي هي ممكن تحصل في عامه الشعب. فجاء حماده، جاء مدحت في دماغ حماده طبعا وهو في الغيبوبه، فمش عايش في الدنيا عامه. هو شاف في غيبوبته اللي هو الفتره اللي عاش فيها، بص كده. طبعا في حاله غيبوبه تبقى حاله اغماء تام. احداث اللي بتدور جوه دماغ مدحت لا توصف. هي ان شاف حماده، طبعا هو عيله مع بعض، لكن حماده كبر في دماغه، راح سافر حماده يشوف وظيفه عمل في بلاد الخليج. طبعا حماده مره واحده اختفى من الوجود عامه. فكوظيفه مدحت ان هو يعمل ايه كاخ كبير؟ ان هو يدور على اخوه في البلاد اللي بره. طبعا حماده انقطع عنه خبر، لدرجه ان الناس كلها قالت ان حماده يعني توفاه الله ومات. قعدوا يدوروا على حماده. طب يا جدعان حماده فين؟ قعدوا حوالي 16 شهر، 16 شهر او 15 شهر في الحدود الرينج دوت. اختفى حماده عن اللي يعتبر الوجود. ظهر حماده وهو جسمه هلكان، متاكل حرفيا، متعذب. مش متعذب يعني، هو جسمه مع مرور الظهر جسمه تعبه من المرض. فطبعا شاف مدحت اخوه حماده كده، فانجهر عليه كاخويه، اللي هو طب ده اخويا ده، انا ايه اللي حصل عشان خاطر ايه اللي يبقى عشان يحصل له المنظر ده؟ فكره ان حماده كان بيشتغل في دوله الخليج كعامل، اللي هم زي عمال البترول، زي الناس مثلا اللي هم بيناموا مثلا في الجوامع، بحيث مثلا ان هم يوفروا اكل وشرب. فكانوا بيناموا اللي هي مثلا في اماكن الشغل، اذا كان مثلا في الجامع، مكان الشغل. لكن المره دي هو كان نايم في جامع، هو وشويه ناس العمال اللي معاه. حصل ان جم افراد الامن خدوه. ليه؟ لانه حصل ان في جماعات ممكن يحصل حاجه في الجامع دوت، ودي بتحصل في الدول اللي هي المتقدمه، الدول الكبيره. اذا كان مثلا حاجات مثلا علاقات سياسيه مالناش دعوه بيها، يعني دي مش قصتنا ومش تبعنا. المهم هو طبعا خدوه لانه من الناس المشتبهه ان هو طبعا اوراقه مش مطلوبه، اوراقه ضاعت، فمش موجوده اوراقه ان هو مثلا يطلع بالسهوله دي. اختفى 16 شهر.
لغايه ما بتوع طبعا ان البلاغات الامنيه اتبعتت من مصر ان هو مثلا مختفي، محتاجين مثلا الورق بتاعه وكده. وبعد كده هو ظهر، بس ظهر هو اترحل وجسمه طبعا هلكان وتعبان، وكان هو خاطب واحده، وكان الواحده كانت هو بالنسبه له هي حب حياته، وهو تعبان عشان خاطر تعبان وشغال عشان خاطر ان هو ينزل البلد ويشتغل كل شويه عليها. المهم عرف ان هو اول ما نزل من اخوه حماده من مدحت ان اللي كان بيحبها وخطب لها اتجوزها. هو طبعا مع اللي حصل له هناك مع التعب والارهاق والصدمه للاسف قرر ان هو انطر قبلك يا فمدحت فاق، فبيحاول ان هو يقول اخر اسم هو سمعه هو اسم اخوه حماده. راح قال له حماده مات، لسه ميت، ما كملش 10 ثواني او دقيقتين، وهم طبعا كانوا يعتبر في غرفه عنايه مركزه الواحد مع بعض، فعرفوا ان حماده مات، وهو الوحيد اللي كان بيفوق في الغيبوبه بتاعته. فكانت الغيبوبه بتاعته عدت حوالي فيها 4 اشهر، هي فترات متزامنيه يعني متجهه لبعض. طبعا المشكله كانت بالنسبه لمدحت ان هو شايف نفسه ان هو لا انا لسه في غيبوبه، انا ما فقتش، انا لسه في غيبوبه ان هو منتحر، هل هو مات انتحار ولا مثلا مات من الحادثه اللي انا فيها؟ هو مش مدرك هو اصلا في ايه من كتر ما الحادثه كانت شديده. رجع في الغيبوبه تاني، طبعا عرفنا خلاص ان حماده ربنا يرحمه رجع في الغيبوبه تاني، لكن رجع على اخته بسنت. طبعا كانت المشكله في الاول بين بسنت وبين مدحت ان يعني هي زي مشاكل ممكن تقول عليها مشاكل اخويه، مشاكل ان طبعا هي تاني اخت بالنسبه هي الوسطانيه. ممكن الوسطاني اغلبيه مثلا الوسطاني هو الانسان اللي هو ما بين اللي هو بيبقى مثلا عليه مثلا الاعباء، ففكره ان هي بسنت حابه ترمي اعبائها على اخوها الكبير اللي هو مدحت. هقطعها بصب نفسها نسيت والله. 3 2 1 معلش جزء بتاع بسنت اتغير عشان خاطر الاسباب بتاعتها، ان الفيديو يعتبر كان فيه جزء محذوف ان هو ما عرفناش نصوره كويس، فلقينا مره واحده ان احنا نجلنا على القصه بتاعت كوبايه العصير اللي هي بعديها على طول. فاحنا هنحكي قصه بسنت لما دخلت في الغيبوبه الثانيه بتاعت بسنت. كان زي ما قلت ان هي عندها مشاكل مع بعضهم، وكان عنده ضعف ايمان مدحت مع اخواته او مع الدنيا كلها عامه في نظريته للحياه. جه بعدها مدحت اضطر انه دخل في الغيبوبه الثانيه، فاضطر ان هو في الغيبوبه الثانيه ان هو يطلق اخته، بحيث ان هي كان عندها مشاكل بينه وبين اخواته. فزي ما قلت لك بسنت كانت الاخت الثانيه، فكانت بسنت بترمي احملها كلها على اخوها عشان خاطر اخوها يعني اللي هو شايل احماله، وهو الكبير وهو المسؤول حاليا في كل حاجه. جت بعدها حصلت مشاكل، فكانت بسنت مش عارفه غير الدكان بتاع مدحت ان هي تروح له تطمن عليه. هو كان طبعا ما كان يرفضها رفض تام، ما كانش يسلم عليها، ما كانش يقعد معاها لاسباب واضحه ان هو مش محتاج ان دي تكون معاه في الحياه. ده زي ما قلت في الغيبوبه بتاعت مدحت. فلما كان مدحت يشوفها كان يزعج لها او يضربها، وهي كانت نفسها تشوف ابوه او امها او حماد على قدر الامكان ان هم نفسهم يشوفوهم، ان هم يعني نفسي اشوف اخويا، نفسي اشوفك، نفسك لما اجي لك تسلم عليا، نفسي لما اجي لك تحضني، نفسي لما اجي لك تحسسني بالامان، ما تحسسنيش ان انا غريبه. فكان مدحت رافض ده تماما خالص لانه كان شايل خالص من اخته قبل الحادثه. لما دخل في الحادثه كان شايل من الكل حرفيا، ما كانش شايل معنى اصح من بسنت، ولا كان شايل مثلا من حماد، ولا كان شايل من ابوه من امه، كان شايل من الكل، بس ما كانش عارف يطلع ده بطريقه او باخرى، فكان يكتم. فكتمانه ده هو اثر فيه ان هو حافظ بدماغه شويه سيناريوهات، اضطر ان هو يحكيها بالطريقه دي. فلما اخته كانت بتنام تحت الكباري او تحت الشوارع، وهو مش مهتم، ما عندوش ذره رحمه، ما عندوش ذره اخوه، ما عندوش ذره حياء من نفسه انه مثلا يسيب مثلا اخته بهذه الطريقه. اللي هو ليه يعني انت مش مشكله مثلا تخليها تعمل كده. فحصل ان في يوم من الايام كان بيتمشى، وكان مع ابوه، كان رايح يوديه المستشفى لانه كان تعبان. فبسنت طايره تسلم على ابوها بالحضن، وهو كان طالع يجيب العلاج بره من الصيدليه، فكان بره. فابوه مش مصدق ان هي رجعت تاني وحضنته والدنيا بقت تمام. يعني ابوه مش مصدق، يعني دي بسنت بنتي يعني، وفينك؟ انا قعدت ادور عليكي وانت ما لقيتكيش ليه؟ طيب ومش ليه؟ وحوارات كتيره تدور في 5 دقايق قبل ما مدحت يطلع من الصيدليه. فلما طلع مدحت من الصيدليه شاف ابوها وشاف بسنت مع بعض، مش مصدق نفسه ابوه، فراح ضرب بسنت بالقلم ضربه تقيلة جدا لدرجة ان هي مرة واحدة طارت من كتر الخوف. فلما كانت طايرة بهستيريا وبهلوة خبطتها عربية
ودخلت في غيبوبة. هي بس غيبوبة ما طولتش، لأن هو كل شوية عمال يحس بالذنب إن هو كان السبب في موت أخته، أو في السبب اللي هو في أخته وأخوه وهي وأبوه وأمه كانوا حاطينه هو السبب في الظروف اللي هو محدش فاهمه فيها. بس برضه ما يمنعش إنك أنت تصل رحمك في إخواتك بهذه الطريقة. جه بعدها مدحت مرة واحدة، الدكتور دخل عليهم قال لهم البقاء لله، بس انت ماتت. فطبعا صحي من الغيبوبة بتاعته، مش مصدق نفسه، سمع ان فعلا اخته ماتت في الغيبوبة بتاعته بتاعت الحادثة الحقيقية. فطبعا يبقى كده حمادة مات منتحر في الغيبوبة بتاعته. صحي من الغيبوبة اللي حمادة مات من الحادثة، وعرف ان بسنت ماتت من الحادثة بتاعت الغيبوبة بتاعته بتاع العربية. صحي من الغيبوبة بتاعته بعد مرور شهور، يجي فعلا ان بسنتي فعلا ماتت. ليه بعدها دخلنا على قصة كوباية العصير، وهي اللي هتكمل لك شرح فيديو ان شاء الله. طبعا قبل ما اخش على الغيبوبه الاخيره، طبعا احنا بندعم احسن صاحب. شكرا طبعا لاصحاب الخمسه اللي موجودين هنا. طبعا في المخرج صاحب الكاميرا، الفوتوغرافر بتاعنا، احلى مسا عليك يوسف ابو ضيف، وعبد الرحمن عجل، وزياد، اسامه، واحمد يوسف المجنون، يوسف حسام فاضل، هو صاحب الاستوديو الجميل جدا جميل. طبعا هتلاقي تحت الديسكريبشن. يلا يا عم الحاج، يلا يا عم الحاج. هتلاقي تحت الفاصل في الفيديو تحت احسن صاحب. هتنزل تحت هتلاقي ده صاحب التطوع بتاع سماح حياه. شكرا. ده صاحب الانترو ده. المهم، واحنا دخلنا على اخر فصل في القصه، اللي هو كوبايه العصير، او معنى اصح هي القصه. يا هذا المجتمع وقاعد عشان يسمعني، يا سلام. دخل في الغيبوبه الثالثه. طبعا الغيبوبه الثالثه هي اخر غيبوبه. يعني انا حبيت الخص القصه تلخيصا يعني سريع. طبعا هي قصه سلبيه، بس هي قصه ممكن تكون واحد بيمر بتفكيراته، او بيسمع مثلا حاجات بتحصل مثلا معاه، فاضطر ان هو يطلع قصه زي دي. كوبايه العصير هي ممكن تبقى مع اي حد في الدنيا كلها، بينه وبين نفسه وبين شيطانه وبين النص الابيض بتاعه والنص الاسود. طبعا مدحت قاعد في المشهد الاخير اللي هو قاعد ويأس من المشكله بتاعته، يأس من ان هو طول عمره خسران، يأس من كل حاجه يعتبر في حياته. مدحت قاعد من كتر ما هو مصدوم وخلاص وصل للمرحله الاخيره من التفكير في الغيبوبه بتاعته. احنا بنتكلم ان هو في الغيبوبه حاليا بتاعته، وصل لمرحله اخيره في الغيبوبه بتاعته. فكانت ان بدا جاب كوبايه عصير وحط سم فيها عشان خاطر يعني اصح اللي هو الموت الرحيم، او ينتحر من كتر ما هو المشاكل زادت عليه. حط كوبايه العصير سم، وحاليا هو قاعد لوحده، وعنده ما قاعدش لوحده، هو قاعد لوحده حقيقه، لكن في خياله قاعد النص الابيض والنص الاسود. النص الابيض النص الاسود طبعا قال له اشرب 4 مرات، يعني اشرب بج وبج 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 4 مرات، بحيث ان هو ياخد السم في مراحل رحيمه عليه، بحيث ان هو يموت موت بطيء. فطبعا النص الاسود من كتر ما هو بيشرب السم، فشرب الربع الاول، او قبل ما يشرب الربع الاول قال له انت خايف من ايه؟ النص الاسود قال له انت خايف من ايه مثلا؟ يعني انت مش اول مره انك تتقتل، مش من اول مره انك انت تحس بالخساره اللي انت فيها. فبيقول له انت ما اتقتلت لما شلت الهم مثلا، ومحدش قال لك مثلا عاش ولا برافو عليك مثلا، او شلت المدى المأساوي اللي عندك، محدش قال لك عاش. واتقتلت لما درست مثلا حاجه في الهندسه وانت ما كنتش بتحب الهندسه، انت مثلا كنت بتحب مثلا التربيه الرياضيه، فمثلا ما حبيتهاش ودخلت هندسه وبقيت مهندس، بس انت ما حبيتش النظام بتاع الهندسه، فاضطريت انك انت تخش هندسه، ومحدش قال لك يا مثلا يعني خش حاجه بتحبها. واتقتلت لما هم اختاروا لك وانت ما اخترتش حاجه انت نفسك فيها، واتجدلت زي الميول اللي انت يبقى ليك نفس في حاجه وانت مثلا حاجه تبقى خافته ملهاش لازمه، يعني ده النص الاسود لما كان بيحكي ليه هو. واتقتلت برضه زي ما عملت زي ما عاوزوا يسقفوا لك، ما انت ما استفدتش حاجه، ما انت عملت زي ما هم عايزين، بس انت نفسيتك وجواك انت ما راضيش اصلا باللي هم عملوا. فجاء النص الابيض كوظيفه ان هو قبل ما يشرب اخر الربع الاول، هو طبعا زي ما قلت لك هو هيشربها في 4 مرات، شرب الربع الاول. فقال له يا عم ما تشوف مثلا دفاعهم، شوف مثلا هم مثلا ليه خلوك مثلا تشرب، ليه مثلا خلوك مثلا انك انت مثلا تخش هندسه احسن من تربيه رياضيه مثلا، او احسن مثلا من اي كليه مثلا قليله، تمام؟ طب ما انا في تربيه رياضيه، انتوا ما تستغربوش، انا في تربيه رياضيه خلاص، ما انا فاهم الفكره. يعني بكلمك عن النص الابيض، هو بيقول له ايه؟ قال له طب ما تشوف الدافع بتاعهم مثلا، ليه هم عايزينك كده، تمام؟ او انت مثلا كنت مانعهم مثلا عن حاجه مثلا وحشه مثلا، وهم مثلا شايفينها مثلا ان هي حاجه كويسه، انت مثلا شايفها مثلا حاجه كويسه وهي مثلا هم شايفينها وحشه، تمام؟
فبدل ما انت تطوعهم على الكره تمام، حاول انك تساعد، شوف مثلا نظريتهم وتحاول ان هم يساعدوك تمام. الدنيا صعبه اصلا كده كده، النص الابيض بيتكلم مع النص الاسود، النص الابيض بيتكلم مع النص الاسود والبني ادم اللي هو مدحت، فقالوا الدنيا صعبه ويعني واهلك عاوزوا يريحوك، وانت عارف اكتر واحد عارف ان هم اصلا ايه، ان هم بيحبوك، يعني انت اكتر واحد عارف ان ابوك وامك دول بيحبوك. فالنص الاسود طبعا لازم يتدخل بحيث ان هو يشرب الربع التاني. قالت طب هم جاي يسحبوا لك اكيد اذوه، راح مال على ودنه كده وتك كده على حته الجرح الحساس العاطفي. طبعا يعني قال له ايه، عارف يعني مثلا انا قاعد كده مثلا، هو حرفيا قال له كده، قال له ومال على ودنه وقال بالضبط مش زي ما عملت المزه، ها ولا اثبت عليه. فطبعا لازم النص الابيض يتدخل بحيث ان هو قبل ما الدنيا تبوظ حواليه، قالوا هنتخطى، هننسى اللي فات، وفي 100 واحده تتمناك يعني، ما فاهم، عشان نمسك حاجات لازم نسيب حاجات. بيحصل فلاش باك طبعا لوجود عمليات بناء حوالينا، هنكملوا الحته دي، هنكملوها بنفس الريتم اللي احنا كنا عاملينه. احنا وصلنا ان هو ايه، ان النص اللي قال له هنتخطى اللي فات وهنمسك نشيل شويه حاجات. طبعا لازم نسيب يعني الاوضاع اللي احنا ما نوصلش للمرحله اللي هي توصل للسوق يعني. طبعا هيئه مدحت ما كانتش هيئه جميله خالص يعني، كانت هيئه متعبه، يعني هيئه متعبه كشاب مثلا في الثلاثينات او شاب مثلا في العشرينات، كهيئه انه دجنه متر وجسمه خسان ومحدش حس بيه باللي هو بيجراله ومحدش بيحس. في النص الابيض طبعا بيتكلم فبيقول له معظم كلامه اصلا مش حقيقي، يعني اعمل معروف يعني ما تصدقش كلامه، يعني ده كلامه اصلا كده كده اصلا ضايع. يا عم اخلع النضاره السوداء اللي انت لابسها دي وحاول تشوف، يعني حاول تشوف ان الدنيا اصلا ضايعه وبايظه، ما تركزش. في نص الاسود بيقول ما هو شايف اللي فيها ما فيهاش غير ظلم وبوظان وجوه اسئله كتيره اصلا خايف اصلا ان هو يتكلم فيها. فلا في نص بيقول له طلع اللي جواك واتكلم، بحيث انك انت ما تكتمش جواك على قدر الامكان، انك انت تحبس اللي جوه صدرك، انك انت تحسس ان الدنيا بايظه. قال له الدنيا بلاء، الدنيا بلاء واحنا من بوج اللي صنعها. من حقك يا مدحت، نص الابيض بيقولوا كده، من حقك يا مدحت تمسك ورقه الامتحان ده وتقطعها، يعني انت عندك كامل الحريه انك انت لو محطوط في مشاكل وحشه قد انك انت تطلع المشاكل الوحشه دي انك تخليها اي حاجه ايجابيه. في النص الاسود طبعا هو شرب ربع وشرب الربع الثاني، فاضلش غير ربعين اللي هو نص الكوبايه. نص الاسود قال لي يا عم فكك من البوجين دول وشربهم على طول، محدش عارف اللي احسن له ايه، فكك خلاص ان الدنيا اصلا بايظه. قال له اشرب البوجين بتوعك وما يتش في الدنيا فارجه، اشرب البوجين بتوعك. فطبعا يعني هو طبعا هيشرب البوجين. قال له ايه طب انا هشربهم ليه؟ قال له يا عم كده كده احنا لا مش شايفين لا في سما ولا في شارع ولا في بيت عشان حد يحس بينا، ومحدش عارف اللي هيحصل له ايه. طبعا شرب كوبايه العصير كلها، ومن حظه الاسود انه شرب كوبايه العصير لاخر بوج. جاته جم ابوه من الشغل، لقوه طبعا هلكان وتعبان، خدوه بالحضن قال له احلق دجنك جهز دبسك يلي بتكتئب هتحلو، احنا خلاص خدنا اجازه وهنسافر نغير جو. هو شرب كوبايه العصير ومات. صحي من الغيبوبه لقى ابوه وامه ماتوا، اخر غيبوبه دي. هو المفروض هو الوحيد اللي يكون هو عايش دكتور في الغيبوبه، ان هو عايش نظام الغيبوبه. احنا وهي طبعا هو خلاص هو كان في اخر الغيبوبه، ان هو الوحيد اللي فضل عايش. شاف ابوه وامه واخواته ماتوا، دعا دعوه بالغلط، ودي من نقص ايمان ان هو يعني رب كلكم تروحوا ما ترجعوش، وهو الوحيد اللي اتحمل مدى دعاء او مدى المصيبه اللي هو حطه لنفسه فيها. المفروض انا في نهايه القصه اقول لك الحكمه طبعا واضحه مع كل البدايات في كل غيبوبه، انك ما تتسرعش، ان مهما حصلت المشاكل بتتحل، مهما حصلت اي مشكله بيمر بيها البني ادم تتحل بتعدي. مفيش حد بيفضل معاه مشكله لمده 100 سنه ولا 200 سنه، حتى اي حد في الدنيا، حتى اذا كان واحد ما بيده حيله مشكلته بتتحل، حتى لو واحد سافر من مصر لاي بلد تاني بتتحل، حتى لو واحد البيئه اللي حواليه مش نفس بيئته بتتحل. الفكره كلها في التاقلم، الفكره كلها في الصبر. سيدنا ايوب صبر على مرضه وعلى البلاء بتاعه، وفي نفس الوقت قال رب اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين. ضر مسني وليس الضر كله، فكل اللي حصل ده كان مس ضر، ما كانش جاله الضرر الاكبر ان هو ممكن يكون كفر او وصل للمرحله الاخيره. طبعا نهايه الحلقه كانت حلقه ممتعه مع الشباب الصحابه الكويسين المحترمين جدا في بيت يوسف حسام. شكرا لكم، وان شاء الله هحاول ما اقطعش زياده عن اللزوم، نظام الشغل والدنيا. شكرا لكم، ودي كانت حلقه كوبايه شاي وساعتين جد.